السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة كنا في الشغل وجينا نتغدي والله بهدوم الشغل بهدوم الشغل. فسمعنا الكابتن مدحت شلبي بيقول بيتكلم عن المجموعة بتاعة الهلال والأهلي والقطن وصن داونز وكده يعني. فبيقول إيه هو الكابتن؟ بيقول لك المجموعة الهلال هيلعب مع القطن على أرضه، هيفوز وبالتالي هيلاعب سان داونز وهيجي لمصر. نسي اصلا، نسي هو عمال يلخبط، عمال يفرجع. انا مش عارف الناس دي بتاخد فلوس على ايه، والله ما عارف الناس دي بتاخد فلوس على ايه ولا مش فاهم، انا مش فاهم بيدوهم ايه اصلا. شكلهم بياخدوا ايس كريم لحس المخ ولا ايه بالظبط، ما اعرفش. المهم، فيقول لك الهلال هيفوز على القطن قولا واحدا، ماشي، يبقى 12 نقطة، يبقى الهلال فوق، الاهلي تحت، صن داونز عمال يشيل ويرجع ويخبط ويفرجع ويلجع. يا عم الصن داونز هيلعب مع الاهلي النهارده، اذا الاهلي فاز او خسر او تعادل، بس علشان الاهلي يقلب موازين المجموعه كلها، يقلب موازين المجموعه كلها، ماشي، يفوز النهارده على صن داونز. بس في حاله الفوز النهارده على صن داونز انا اضمن ان النادي الاهلي خلاص اتأهل، وهيبقى عنده 7 نقاط بس اتأهل. مين بقى اللي جاي؟ كده هيصعب المأمورية على مين؟ على سان داونز. هيجبر سان داونز غصب عنه، بدل ما هو كان هيتواطأ مع الهلال عشان يطيروا مثلا الاهلي المصري. يعني زي مثلا هقول لك، لو السان داونز النهارده فاز على الاهلي، بكره ان شاء الله هيبقى سان داونز كان 7، هيبقى 10 بونت. خلاص. طيب والهلال عنده 9 بونت، ماشي، هيتفضل الاهلي، هيفضل الاهلي على 4 بونت. خلاص. طيب الاهلي عنده مين ومين؟ الاهلي عنده القطن، خلاص، وعنده، اللهم صل على النبي، عنده مين؟ وعنده الهلال في القاهرة. القطن بره في جنوب افريقيا، والهلال هنا. القطن في الكاميرون ولا ايه، والهلال في القاهرة. طيب لو صن داونز فاز هيبقى صن داونز عنده 10. خلاص، صن داونز هيبقى عنده 10 بونت، ماشي. الاهلي بقى اذا فاز المباراتين هيبقى عنده 10 بونت، والايه، والهلال هيلاعب صن داونز. فهيعمل ايه بقى المعلم؟ يعمل ايه؟ يروح جاي يقول مثلا متواطئ، يعني هيبقى متواطئ، عشان نقول هيبقى متواطئ، خلاص، مع الهلال، ويخسر للهلال ويخلي الهلال يفوز عليه 1-0 مثلا يبقى الهلال 12 بونت، كالعادة هيبقى 12 بونت. وهيبقى صن داونز قدين؟ هيبقى صن داونز 10، وهيبقى الاهلي 10. طيب هيجي بقى المواجهات المباشرة. انا متعادل مع الاهلي في مصر وفايز عليه جنوب افريقيا، يبقى انا اصعد، يبقى انا كده عملت يا حاج، يبقى انا كده قلبت الاهلي من المجموعه نهائيا. فهمت يا عم الحاج؟ الفرصه الوحيده اللي الاهلي يعملها ان هو يفوز على سان داونز او يتعادل، اقصى حل تعادل بفرق هدف ولا هدفين، ماشي، عشان يرجع لو حصل تعادل في النقاط نيجي للطريق ايه، للمباشر. طيب ايه الحل تاني؟ كده هيغصب بقى سان داونز ان هو يروح الماتش الاخير له، هيغصب سان داونز يبقى يروح يلعب الماتشين بتوعه بقى، الماتش الاخير ليه فين؟ هناك في سان داونز، في عند الهلال. خلاص. يعمل ايه بقى المعلم؟ هيغصب نفسه ان هو يفوز على الهلال، فكده بقى ما عادش في تواطؤ،
لان العمليه خلاص. اذا الاهلي فاز على صن داونز هناك، لا صن داونز بقى مش في عمليه بقى. معلش انا ممكن اسيب لك الماتش عشان خاطر اقلب واحد مطلعني بقى له يطلع ثلاث اربع مواسم على التوالي، هو اللي بيطلعني من الدوري دي، من البطوله. فانا عاوز اطلعه بقى، اتواطئ معاك واعمل ماتش سيء قدام منك وتفوز عليا، وانا بالمواجهات المباشره انا صعدت والاهلي يطلع بره. فانت يا عم الاهلي ما تسحبش، انت كابتن محمود الخطيب، اللعيبه شويه اللعيبه اللي عندك دول كلمهم. لا بديل عن الفوز، لا بديل عن الفوز او التعادل. تعادل يصعدنا ان شاء الله، لان هيتفضل لنا ماتشين. تعادل هيتفضل لنا ماتشين، القطن الكاميروني في الكاميرون والهلال في مصر. نقدر بقى احنا نتصرف فيهم، خلاص مسؤوليه بقى سان داونز خلاص. وعندك بقى سان داونز هيبقى فاضل له ماتشين، القطن الكاميروني والهلال. بس هو بقى يفوز على الاثنين بقى يتصرف معاهم. يبقى احنا وقفنا السان داونز عند 7 نقاط زينا زيه. لا يبقى هو بقى عاوز بقى يجمع نقاط وعاوز يلعب، فهيضطر ان هو يفوز على الهلال في ام مردان دي، ولا اسمها ايه دي، ولا الخرطوم. خلاص. فلا بديل عن الفوز او التعادل، لا بديل عن الفوز او التعادل. وانا اللي ارجح لي الفوز احسن. الفوز هيغير المجموعه تماما، هيخلي كل الفرق الثلاثه الاوائل اللي فوق دول كلهم يلعبوا، سواء على ارضه او بره ارضه، كله هيلعب. ماشي. و... والهلال لعب مع القطن يا مدحت شلبي، الهلال لعب مع القطن خلاص، لعب مع القطن مباراتين، مش هيلعب معاه تالت. مع السلامه.